الجو ده بقى محتاج حاجة كده يعني ترطب كده، عايزة اقول لكم، عايزة يعني حلويات باردة. ماشي، هنعمل النهاردة احلى مهلبية في الدنيا، انا بعملها بطريقتي تحفة قوي قوي، ولا تقولي تركي ولا سوري، هتدمنيها بجد. اعمليها زي ما انا بعملها بالظبط وهتدمنيها. بصوا بقى الطعم كان خيال، انا بقول لكم بصراحة، قبل يعني انا سبتها طبعا وقمت من النوم كلتها، بصراحة كانت تحفة قوي قوي قوي. اعملي بس بالتركات اللي انا بعملها بالظبط، وان شاء الله تطلع معاكي تحفة ومظبوطة 100% بإذن الله. قبل اي شيء اضغطي لايك على الفيديو، واعملوا اشتراك في القناة وفعلي الجرس، وانت بتابعني من انهي بلد طبعا في التعليقات. بصوا بقى، انا كان عندي هنا 2 كيلو لبن. طبعا لازم يكون دسم، لازم ده اساسي. لازم يكون اللبن دسم طبعا من حد موثوق منه، تعرفيه او كده. يعني لبن يكون بقشطته كده، انتوا فاهمين. هحط عليه كوبايتين سكر بالظبط. 2 كيلو لبن، كوبايتين سكر او كوبايتين وربع بالظبط، يعني انت لو بتحبي كمان مسكر كوبايتين وربع. انا بحب الحاجة بتبقى يعني ايه، شوية كده مش كتير سكر. تمام. انا بحط هنا النشا، بحط على طول هو واللبن بارد. ماشي، بحط 4 معالق على كل كيلو. ماشي، انا حطيت هنا 4 معالق، هنا الكيلو الاولاني، الكيلو التاني حط برضو 4 يعني. يعني كيسين نشا من الكيسين دول. لو انت تعرفي تجيبيهم يعني. لو عندك نشا سايب وكده يبقى 4 معالق. 4 معالق على كل كيلو، لو هتعملي 3 كيلو 4 كيلو براحتك، بس على كل كيلو 4 معالق نشا. وطبعا السكر زي ما قلت لكم، على كل كيلو كوباية سكر. تمام. احط بقى، طبعا انا هسيبه على النار بقى كده يربط معايا، انا عايزاه يربط كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الفانيليا بتاعتي. احط بقى فانيليا، بس ما تكتريش برضو فانيليا علشان ما تمررش، او انتوا فاهمين هتمرر معاكي. فانا هحط على كل كيلو 2 فانيليا، باكوين فانيليا. من اللي هي الفانيليا ايه السايبه، اللي هي البكاوي دي، انتوا فاهمين. وهبتدي بقى ان انا اجيب كيس كريم شانتيه، اللي هو دريم اللي هو اسمه ايه، الكريم شانتيه العادي، اللي هو دريم اي حاجة، انتوا فاهمين. هو كيس بيبقى فيه 4 معالق تقريبا او 5. بصوا بقى التركة دي على فكرة بتطلع بقى المهلبية كريمية قوي قوي قوي، وتحفة ومظبوطة، انتوا فاهمين. والطعم بقى يعني في كل حتة. طب ما عندكيش بقى طبعا المضرب الكهربي ده، تعملي ايه؟ هقول لكم، تجيبي كوبايه من المهلبيه ديت، وتحط عليها الباكو بتاع الكريم شانتيه، وتضربيه في الخلاط كويس جدا، وتقومي حاطه طبعا بعد ما يبقى كريمي كده، تقومي حاطاه على باقي المهلبيه، وتقلبي كويس بقى بالمضرب اليدوي العادي، او شوكه او اي حاجه. هيطلع برضو معاكي كريمي وحلو. بس انا بعتمد الطريقه دي لاني عندي مضرب كهربائي، عايزه اقول لكم بتخلي المهلبيه فظيعه. بتضرب المهلبيه كويس جدا جدا بالكريم شانتيه، بتخليها كريميه قوي قوي. هبتدي بقى ان احطها، طبعا اصبها في القوالب بتاعتي ايا كانت ايه هي. وطبعا المكسرات دي على حسب الرغبه. انا بحط هنا جوز الهند، وبحط هنا ايه، سوداني هنا مجروش، سوداني مجروش، بس ما بحطش اي مكسرات تانية بصراحة. احنا يعني برضه ايه، يعني عادي زي اي بيت مصري يعني. عندنا مكسراتنا العادية. شوية جوز الهند طبعا، وسوداني مجروش. مش عايزة تحطي على فكرة، مش محتاجة، هي مش محتاجة مكسرات اصلا. وهبتدي بقى ان انا ايه، طبعا احطها في التلاجة لازما. بس خطوة بقى مهمة لازم تعمليها قبل ما تحطها في التلاجة، لازم تغطي عندك اللي هو الاسترتش رول. لازم تغطي القوالب دي بالاسترتش رول كده، عشان لما تحط في التلاجة ما تنشفش معاكي المهلبية، ما تنشفش معاكي طبعا. هتشوفوا دلوقتي وانا حاطه عليها الاسترتش رول. الاسترتش رول هو الحاجة الخفيفة دي، اللي هو يعني بتاع المطبخ، انتوا فاهمين. بس على فكرة بيحافظ على المهلبية جدا، وبيخليها حتى لو قعدت 3 ايام في التلاجة ما بتنشفش خالص تقريبا يعني. بقى انا عملت الخطوة دي بصراحة كذا مرة والحمد لله اي حاجة بتقعد معايا بالاسبوع كمان والتلات 4 ايام في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. هنا المهلبية زي ما انتم شايفين اهيا. والله العظيم مش ببالغ، قسما بالله مش عشان أنا اللي عاملاها، حقيقي بجد كانت تحفة قوي قوي قوي. بصوا بقى، انا كنت لسه هنا صاحيه من النوم، عايزه اقول لكم لقيت دول، بس انتوا فاهمين يعني، لقيت دول في التلاجة بس، يعني انقطع عليهم خلاص. بألف هنا والشفا على اللي اكلهم يعني. بصوا بقى، انا بدوق لكم دلوقتي بعد ما قمت من النوم، والله انا يعني اول مره ادوق.
فكان الطعم تحفة حقيقي بجد. كريم شانتيه باين، والفانيليا طعم الفانيليا، وطعم النشا كمان مش باين قوي في اوعى يعني. بجد كانت يعني حاسة ان انا باكل كريمة مش باكل مهلبية. ده مش هتعملوها وهتجربوها، قولوا رأيكم بقى في التعليقات.